شنو هاي؟ قايد في العراق. شنو هاي لحظه؟ شنو هاي دخلت خلى هالموضوع ذاك يوم دخل الملعب يننهم. ها؟ هذا جزء من رد الدين للجماهير العراقيه. يستاهلون. يعني انتم شفتوا الاجواء اعتقد خلال الايام اللي راحت، وللامانه يعني حتى من اول ما بلغت من قبل اداره القناه اني راح اعلق على المباراه، قاعد اتكلم يعني شنو اللي ممكن انا اقدم ولو جزء بسيط للجمهور العراقي خلال هذه البطوله وحتى خلال الفتره الماضيه. خالد، يمكن انا ارتباطي بقناه الكاس كان في 2007 على ايام ما كنا ننقل بطوله كاس اسيا الظهر واخر الليل كوبا امريكا، اذا تذكر. اي نعم. اي نعم، كنا ننقل بطولتين الفجر. نعم. فبداية الارتباط مع قناة الكاس كان مع جيل نشأة لما نحقق أول بطولة، فكانت المباراة اللي يمكن شكلت منعرج طرق بالنسبة لخليل البلوشي كانت مباراة العراق وكوريا في الدور نصف النهائي، اللي هي فتحت الأبواب أمام الجماهير العراقية، ومن يومها يعني صار ارتباط كبير حقيقة ما بيني وما بين الجمهور العراقي اللي كان دائما ساند في مسيرتي. والحمد لله رب العالمين خلال الفترة الماضية أيضا يعني حاولنا ولو أن احنا نقدم ولو جزء بسيط للعراق وللجمهور العراقي. واليوم احنا موجودين في البصرة ما بين أهلنا وحبايبنا، فولو جزء بسيط نرد من خلال الدين للجمهور العراقي اللي يستاهل.